سلام البنات، مرحبا بكم في قناة أفكار وتدابير أم إيناس. اليوم جبت لكم موضوع شباب يخص هذا الموضوع نظافة وجمال المرأة. اليوم إن شاء الله غادي نتكلم لكم على تجربتي ورايي في آلة نزع الشعر براون سيلك إيبيل 3. قبل ما نبدأ ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تابعوا معايا لا فيديو. بالنسبه لي انا براون، قبل ما نشريها كنت نسمع عليها بزاف، كاين ناس بزاف شكروها لي وناس بزاف تاني خوفوني منها. مالغري واش سمعت عليها قلت حتى نجربها وعاد نحكم عليها. قبل ما نشري هذه شريت واحده اخرى تاني براون بصح تاع لاشين، حكمت لي عام. كي خسرت عاود شريت هذه شريتها من عند لا فارماسي. الناس سعيده راني شريتها من عند لا فارماسي دريس خوجه. داك صافي 4 ملي راهي عندي ملي شريتها، يعني شريتها ب 845,000. وصراحه انايا ما صبت فيها حتى مشكل، ولقيت فيها مزايا بزاف. من تجربتي معاها لقيت انه اهم ميزه فيها انها تنحي الشعر من الجذور، وهذا الشيء يساعد به ما ينوضش بالخف، ومع الاستعمال المتكرر ويبدا ينقص بالتدريج حتى وين يولي ما كانش في شي بلايص يولي ما كانش، واذا طلع يطلع رقيق. وتاني توفر الوقت وعمليه. وصراحه انا ما لقيتش فيها سلبيات. فيها عيب واحد هو اللي العيب الواحد اللي فيها في لي بروميي طون كي تبدي تستعمليها تحسي بالم، ولكن ماهوش داك الالم اللي كنت نسمع عليه انا وخوفوني منها بزاف باسكو تضر. ولكن انا لقيت داك الالم تقدري تستحمليه، ومع الوقت يتولي ما تحسيش خلاص بالالم. ممكن تعرفوا عليها اكثر. فيها هاد القطعه، فيها هادو زوج تاع لي غولو، هادو يديروا المساج او ميم طون في مسنين. هاد لي غولو يعني يحكموا الشعره، يهيئوها يوجدوها باش يحكموها هاد لي بانس. فيها تاني هاد لاتيت، هذه هي اللي تنحي. فيها 20 بانس، هادو هما لي بانس اللي فيها 20 بانس كشغل لقاطات. فيها هادو زوج هنايا باش تنحي لاطيت، كي تضغطي عليها كيما هكا تنحى لاطيت. فوالا هاي لاطيت. وهاد لابوس باش تنقي بها من بعد ما تكملي تنقي بها منا وتنقي بها من لاطيت هذه. وباش تعرفي بلي اسكو هذه اوريجينال ولا لا تلقاي هنايا في هاد كي تنحي لاطيت تلقاي هنايا ماد ان جيرماني باش تتاكدي اسكو اوريجينال ولا لا. فيها تاني دو فيتيس، كاين الاول كاين الزواج كيما هكا. فيها هاد لابول كي تبلاصيها في لابريز وتبدي تخدمي بها تشعل الضوء حتى كي تقفلي، يعني حتى تطفيها عاد باش تطفى. وفيها هذا الشارجور، هذا لازم تكوني كي تبغي تخدمي بها لازم يكون بلاصي في لابريز، ما تقدريش تخدمي بها بلا ما يكون بلاصي باسكو ما تشارجاش. هذه ما تتشارجاش. دوك نشوفوا دروا كيفاش دوك نبلاصيها في لابريز ونوريكم كيفاش تخدم. بلاصيت الشارجور في لابريز. دوك نبدو. ها هو الفيتاس الاول، ها هو الثالث الضوء، نعاودو الفيتاس الزاوج. هادي شوفوا كيفاش راهم يدوروا هكا وتنحي بها عادي. وكل واحد يستعمل لا فيتاس على حسب البلاصه اللي راه ينحي منها. رانا وصلنا لنهايه هاد لا فيديو، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا وقدرت نوصل لكم بعض المعلومات على هاد لاباغي. نتمنى يكون عجبكم الموضوع تاع اليوم، ونتلاقوا ان شاء الله في المره الجايه في موضوع جديد ولا وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.